الأحباب السلام عليكم، مرحبا بكم. الكيش تاع اليوم راح تكون كيش ولا أروع ولا أطيب كيما راكم تشوفوا. الذوق مزيج ما بين القاطع وما بين الكيش. الرائحة، الطراوة، البنة شاهدكم في الجنة. يلا ما نطولش عليكم، نجوزوا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة تحضير الوصفة. هكذا راح نبداو بيان سور لا كيش ديالنا. نقولوا بسم الله. الحاجه الاولى اللي عندنا 80 غرام تاع مارغرين، وعندنا فوقها 3 مغارف تاع زيت نباتي العادي. تحبوا حتى انكم ديروا زيت زيتون راح تجي اكيد بنينه. لهنا عندي رشه الملح. هاد المكونات راح تكون كامل على خطره. عندي ملح اكيد، ولا هنا عندي مغرف كبيره تاع حليب البودره. لهنا عندي ربع ملعقة تاع قهوة تاع تابل الجبن. راح يعطي مذاق رائع في هاد لاباط، لانه دائما تعرفوني انا لي بات تاعي نتبلهم ونزيد لهم بيان سور بنه. عندي حبه ولاد الدجاج متوسطه الحجم. لهنا بدون اطاله حنستعمل يدي. لهنا شوفوا هاي ليك العمليه سهله. هكذا المكونات تندمج. لهنا لاحظوا شوفوا الزبده تاعي انا دائما ما ندوبهاش، نخليها قطع، لانه بهذه القطع اللي حنصاب لي لاباط ديالي راح تخرج لي فخيابل وكروستيونط وراح تدوم معايا مده طويله. نجو هنا نحطوا لا فارين ديالنا. هكذا حطينا لا فارين، نبداو شوفوا على هذا الشكل بالاصابع. هكذا وهي تشكل كتل، ما نعجنوهاش باش يقعد القوام تاعها مليح. حتى كي نحطوها في المول مش راح يتغير الشكل ديالها. انا نلم العجينه تاعي هكذا باطراف الاصابع. هكذا العجينه تاعنا شوفوا راهي تلمت على هذا الشكل. هاي ليك هكذا نخلوها نغطيوها، خليوها ترتاح 5 دقائق ونجو نكملوا الوصفه. بعد ما ارتاحت لي العجينه بيان سور، حليتها على هاد الورق الشفاف وحطيتها في المول تاعي كيما راكم تشاهدوا. من بعد نحو الزوائد كامل هكذا، نحطوها في الثلاجه، نجوزو نوجدوا الحشو مع بعض. هكذا الحباب كيما راكم تشوفوا اني حطيت شويه تاع الزبده بيان سور ندوبوها بيان، لانه مذاق تاع الزبده في هذا النوع من المملحات راح يعطينا بنه رائعه. نجو مباشرة نحطو فوقها البصل مقطع جوانح على هذا الشكل كما راكم تلاحظوا. تكون شوية رقيقة باش تكون مدة الطهي تاعها قصيرة. ودائما نقول لكم خلوا البصل تاعكم يوصل حتى لدرجة تاع التكرمل، لأنه هذيك هي البنة والسر تاع كامل هاد المملحات. لهنا شوفوا اللون هذاك الذهبي اللي راهو أعطاه لنا هذاك القطعة تاع الزبدة في البصل، والرائحة ولا أطيب. نجو لهنا نضيفوا الكمية تاعنا تاع اللحم المفروم كيما راكم تشاهدوا. مباشرة اني حنتبلها، نحط شوية تاع فلفل الاسود. ردوا بالكم ما تكتروش الكمية، عندنا اضافات واحد اخرين تابل الجبن. ولهنا نحطوا بيان سور الملح، حتى الملح خذوا بعين الاعتبار لانه مازال كاين الجبن، دونك ردوا بالكم. لهنا نفتحوا كامل هذيك لا فيونداجي تاعنا كيما راكم تشوفوا. طريقة راكم عارفين بها اكيد. هكذا لا فيونداشي تاعنا كامل فتحت. شوفوا الرائحة تاع البصل بهذاك القطعة تاع الزبدة شاهدكم في الجنة إن شاء الله. دركا واش نضيفو إضافتنا الأخيرة هي بعد ما طفينا له راه طاب اللحم تاعنا. بأكيد هو راح يكون معدنوس، المعدنوس لأنه يتمشى بزاف مع اللحم المفروم. وأخيرا كمية انتوما تحددوها تاع الجبن أي نوع. نقول لكم برك استعملوا النوعيه الرافعه لانه المذاق لهنا راح يختلف. ما بقى لي غير نجيب الكيش تاعي لو فون تاعي اللي كنت حطيته في الثلاجه ونبداو المونتاج تاعنا تاع لاكيش كيما راكم تشاهدوا. هاوليك بعد ما ارتاحت لي لاباط بيان سور شوفوا في المول. نجو لهنا مباشره، انا مازالت سخونه الحشو تاعي، نصبو لداخل لو مول تاعي هكذا، نوزعوه كامل في المول. راكو تعرفوا نتوما خلوها شويه تبرد الحشوه تاعكم، انا ما عنديش الوقت اكيد. هكذا نحط كامل الكميه
الصراحة راهي شهية بزاف. لهنا واش عندي رشة تاع فلفل أسود، عندي كريمة الطبخ، وعندي الجبن مقطع هكذا على شكل مربعات طوال. نبدأ نستف هكذا في الجبن نتاعي، نستف كامل الكمية على سطح اللحم المفروم، ودوك نجي لهنا نعطيها برشة هكا خفيفة من الفوق تاع فلفل أسود باش يعطي بنة لهذاك الجبن. هذه كلها أذواق أكيد. ولا هنا نسقيوها بكريمة الطبخ هكذا كامل الوجه تاعها. راهي شهية صراحة. أنا هكذا كيما راكم تشوفوا بعد ما سقيتها بكريمة الطبخ ما بقى لي غير ندخلها للفرن تطيب على 180 درجة. مدة الطهي تروح ما بين 35 و 40 دقيقة. شاهي تكون في الجنة وحاجة. الأحباب كيما راكم تشاهدوا هاي ليك الكيش تاعنا الشهية. نتمنى انكم ان شاء الله تجربوها تنجحوا فيها بيان سور. ما تنساوش في نهاية الفيديو تخلوا لي تعليق، لاني دائما الكومنتات تاعكم يهموني ونقراهم واحد واحد. واي وصفة حبيتوها بيان سور على الراس والعين. حفظكم الله ورعاكم ودمتم